صباح الخير. كيك توينكيز من اكتر الكيكات اللي هي بتحتاج ان احنا نعمل سبونج ونعمل ان احنا الكريمه بتاعتها بتبقى شبه المارين كده شويه، بس النهارده قررت اعملها لكم بطريقه مبسطه جدا. تعالوا نشوفها كده من جوه ونشوف كمان الكريمه بتاعتها، وتعالوا بقى ندخل على المقادير وازاي نعملها بطريقه بسيطه جدا. عندنا اول حاجه انا حاطه هنا الدقيق، كوبايه من الدقيق على ربع كوبايه من الكاكاو الخام على نص معلقه لتلات ارباع معلقه من البيكنج باودر ورشه ملح، وعندنا كوبايه كوبايه الا ربع سكر، 3 بيضات مع فانيليا، ربع كوبايه زبادي مع ربع كوبايه لبن، ونص كوبايه زيت، ورشه الملح حطها برده مع الدقيق. في بوله هنبتدي ان احنا نخلط كل ده مع بعض. هنحط كل المقادير السايله مع بعض، وبعدين هبتدي احط المقادير الجافه اللي انا اساسا حطاها في بوله واحده، بس احطها بالتدريج. وفي مكون احطه بس اختياري هقول لكم عليه في وسط واحنا بنحط دي مع بعض. انا هنا حطيت معلقه كبيره من النشا، ده اختياري، اللي حابب يحطه يحطه، اللي مش حابب يحطه، بس بيدي نعومه شويه في الكيك. ما بيبانش طبعا خالص، يعني مفرقش كتير، لكن بيدي نعومه كده بسيطه في الكيك. اللي عايز يحطه ده اختياري. قوام الكيك هنا هيبقى تقيل شويه، عشان لما نحطه في القالب بتاعه هيبقى عايزاه ما يبقاش يرفع بسرعه جدا، انا عايزاه ياخد وقت في الرفع في السوا طبعا. والفرن في الوقت ده كان متسخن على 180. حطيت كل المقادير بالظبط، هي جت الكميه اللي انا عايزاها، هي هتعمل القوام اللي عايزينه بالظبط للكيك. هنلم بقى كله بالسباتيولا ونتاكد ان كله تمام. زي ما قلت لكم قوام تقيل شويه مش خفيف، عشان لما نيجي نحطه في القالب ما يرفعش قوي في الكيك. هنا انا ابتديت اجيب القالب اللي هو على شكل الكيك نفسه بتاع الكيك توينكيز، وحطيت فيه الكميه. اهم حاجه بس ما تزودوش الكميه عن 3 ارباع، لان انا هنا هتلاقوني زودت شويه في الاخر، هتلاقوني زودتها، بس اهم حاجه ان هي تكون يا نص يا 3 ارباع الكميه جوه القالب نفسه. عشان هقول لكم ليه، يعني لما زادت ايه اللي حصل. نضف طبعا الكيك، انا هنا مزوداها عن 3 ارباع، والباقي طبعا انا حطيته كان تعمل كمية اكتر كمان تحطه في قالب صغير. القالب لو هو انا القالب ده 8 قطع، لكن لو عندكم قالب جبتوه هيبقى 12 قطعة، الكمية دي هتجيب 12 بالظبط. وزي ما قلت لكم للنص تملوا كل واحدة نصها او 3 ارباع. ده شكله لما استوى. لما استوى طبعا عشان انا مليته الشكل ده، انا كنت عامله نسخه زمان قبل كده كانت 3 ارباع او نص الكميه جوه القالب، شكل القالب كل كيكه يعني، كانت طالعه مظبوطه جدا زي ما شفتوها في الصوره. في الوقت ده برضو انا كنت مجهزه كريمه عاديه خالص، كريم شانتيه عادي، وحطيته فيه واحده من الحاجات بتاعت الصوصات، ونبتدي ان احنا نحشيها بيها. بس قبل ما نحشيها عشان اظبطها، لو حصل معاكم نفس اللي حصل معايا كده، كل الموضوع ان انتوا هتقصوا الاطراف اللي هي اللي طلعت زي شفه كده بعد الكيك شويه، هتقصوها تبقى نفس الشكل كده وما فيهاش اي مشكله. طبعا حشيتها من النص 3 اخرام كده زي ما وريتها لكم. بأبسط طريقه عملناها، وطعمها على فكره طعم الكيك حلو جدا جدا. بس اشوفكم على خير فيديو جديد. وعجبتكم فكره القناه متنسوش تشتركوا فيها، ومن امومه بتكبر دايما بيكم وبتشجعكم. باي باي.